الله يا حامي الشريعة يا صاحب الزمان. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة بك تستغيث وقلبها لك عن جوان يشكو صدوعا. قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة. فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. سيدي فانهار فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. سيدي فمتى يا صاحب الزمان. سيدي كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع. مولاي فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. يا مولاي ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة الطفل الفظيعة. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. ليش ما هي تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ظلوم. قتلته آل أمية ظمئا إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيعة يقول له يا ويلي ولالي والله ولالي اصبحت ما واحد من اهلي انا ولالي صغار كبار ذبحوهم والله ولالي انا يا عبد الله من زمهده
لك ولا لي ولا لي، أنا يا سلواي ما خلوك ليا، يا سلواي ما خلوك ليا. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جاء في قول أمير المؤمنين علي عليه السلام في كتاب وجهه لعثمان بن حنيف واليه على البصرة: وما أصنع بفدك وغير فدك، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. مدرسة الإمام علي سلام الله عليه هي المدرسة التي تعطينا صورة وانطباع عن مفهوم حركة الزهراء عليه السلام، لأن هناك حركة قامت بها الزهراء فور وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا التحرك الذي قامت به الزهراء صدقوني أهل البيت أوسع من هذا الكون دائرته، يعني هذه الدنيا وما فيها لا يعنيهم شيء. هذا في صافر بس، لا يعنيهم شيء أبدا كل هذا الكون. حتى الإمام علي له خطبة يقول كأنما يبين، يقول يعني لا يوجد أحد في عالم الوجود أشطر، تعرفون معنى أشطر يعني أكثر دقة ومعرفة مني الإمام علي. لا يوجد أحد أشطر من الإمام علي لو أراد الإمام علي أن يأخذ الدنيا، يعني خبير بكل أبعاد الدنيا. لذا الإمام علي له خطبة لما جاءه هذا رجل أراد أن يرشي يقدم رشوة للإمام علي في قضية ما، فجاب له طبق من الحلوى للإمام علي ملفوف هكذا يقدم له للإمام علي رشوة. الإمام علي سلام الله عليه نظر إليه قال: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ يعني هاي اللي أنت جايبها ما هو عنوانها حتى أفرزها في بيت المال تروح إلى طريقها. الإمام علي بعدين يخطب الخطبة يقول: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها وعجنت شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ قال: لا هذا ولا ذاك يا أمير المؤمنين، إنما هدية. شوف هاي العناوين اللي تدخل في كل معاني الرشوة معناها هدية يسمونها. فقال: إنما هدية يا أمير المؤمنين. الإمام علي جاوبه قال: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أنت متصور نفسك تتكلم مع من؟ مع واحد بالسوق أو تتكلم مع واحد من هؤلاء الذين تشتريهم وتبيعهم بدنانيرك ودراهمك؟ يقول له: عن دين الله أتيتني لتخدعني أمختبط أم ذو جنة أم تهجر؟ فوالله هذا قسم من الإمام علي، فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذه صورة من الصور التي تعطيك حياة الإمام علي. فالإمام علي في هذه الخطبة ماذا يقول؟ يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، يعني الحرير. يقول لهم: أنا لو أريد الدنيا والله ما معاوية بأدهى مني، ولا يوجد أحد بالكون أعرف من علي بن أبي طالب. الإمام علي يوم من الأيام يأتيه عمار
فيقول له يا أمير هكذا مهموم عمار. الإمام علي يقول له خير يا عمار، ما الذي أهمك؟ شنو همك الآن؟ فيقول له سيدي لا عليك، لا أريد أن أثقل همومك هما آخر. قال لا يا عمار، أنت صديقي وصاحبي وحبيبي، أخبرني شنو همك، ما هو همك؟ فقال سيدي عندي دين، علي دين وما أستطيع أن أقضي الدين، وهذا ما أنام، يعني مهموم لأن أنا مطلوب بدين وما أستطيع أن أؤدي الدين. قال يا عمار خذ هذا الحجر واقضي دينك. نظر عمار إلى الإمام علي قال سيدي حجر، قال ما أضعف يقينك. هذه طبعا على نحو الملاطفة، وإلا عمار يقول عنه النبي ملئ إيمان من رأسه إلى خمس قدميه. بس شوف الإمام علي يريد يعلمنا إحنا، وإلا هاي الخطاب دائما اللي يكون بين المعصوم وصاحب المعصوم أو بين المعصومين. مثلا الإمام علي افترضنا يعلم الحسن أو الإمام الحسن يعلم الحسين، هذا مو على نحو التعليم الحقيقي، لأن المعصوم أصلا علمه ليس كسبيا، المعصوم علمه لدني. يعني احنا عندنا الإمام ابن ساعة وابن 60 سنة نفس العلم، يعني لا الخبرة العسكرية في الحروب زادت الإمام علي معرفة، ولا طول الصحبة مع النبي زادت الإمام علي علم، ولا أبدا، لأن أصلا هو يولد كامل متكامل من أول لحظة ولد فيها في هذه الدنيا، هو أصلا جاهز لقيادة أكبر مجتمع. وإلا عيسى ابن مريم ينطق بالمهد صبية، والذي أنطق عيسى في المهد صبية اقرأ خطبة البيان عند الإمام علي يقول أنا منطق عيسى في المهد صبية. فما أحد أعرف من الإمام علي. فيقول له ما أضعف يقينك يا عمار، يعني مازحة على قوله، ما أضعف يقينك يا عمار. عمار يقول له سيدي أنا مهموم وعندي دين، علي ديون. يقول له خذ هذا الحجر، حجر بالتراب، يقول له خذ هذا الحجر واقضي دينك. يقول له سيدي حجر هذا، لعلي ما استطعت أن أوصل لك الكلام، يعني أن أوصل لك أنا ما هو همي، أنا أقول دين، علي دين وما مطلوب بدين. فقال خذ هذا الحجر واقضي دينك. يقول له سيدي حجر، قال ما أضعف يقينك يا عمار، احمل الحجر بيدك. يقول عمار والله حملت الحجر بيدي فأصبح قطعة من الذهب. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا لا كلام شعر ولا كلام نثر ولا كلام تجيش قلوب ولا شيء، هاي روايات موجودة بكتبنا بس عليها غبار، بس علينا أن نمسح عنها الغبار. بعض الغشاشين اللي عاشوا على مائدة أهل البيت وعلى أموال أهل البيت وعلى خمس أهل البيت وعلى زكاة أهل البيت، أول من طعنوا خناجر في ظهر أهل البيت لأنهم أخفوا الحقائق. احنا عندنا مسؤولية، مو بس أنا هاي اليوم هذا آخر يوم معاكم، أسأل الله أن يكون لي عودة في كل فترة أن أطل عليكم ونتكلم، لكن مسؤوليتكم أنتم أيها الشباب أن تقيموا في كل مكان راية لأهل البيت. وصرت مشدد على هذه الكلمة، أينما استطعتم أن ترفعوا علما وراية باسم علي بن أبي طالب، صدقوا أنتم تعيشون في بلاد هذه الشعوب تحترم الفكر وتحترم الانتماء وتحترم العقل والعلم. وإحنا نمتلك أكبر أطروحة علمية في عالم الوجود هو الإمام علي. فدائما ابحثوا واعملوا في كل مجالات خدمة أهل البيت، خدمة الحسين، رفع راية الحق، دائما إقامة هذه المدارس. هاي مو مجالس، هذه مدارس لأبنائنا ولأجيالنا القادمة. من هنا ستكون أكبر صرخة وأكبر نداء يا حسين في كل العالم، ربما من هذه المجالس المباركة. لذا شوفوا هاي وصيتي صراحة، أطلع عن الموضوع، هاي وصيتي. شايفين هاي المجالس لا تقصروا في دعمها. أنا أعرف أن بعض الشباب تشيل رواتبها وتخليها للحسين، لا تقصروا. وهنا حتى الإخوان أصحاب هذه القاعة يقولون إحنا إن شاء الله ببركات هذه المجالس عندنا مشروع أن نشتري قاعة، أنه نشتري. فأنا أقول لكم شراء، بس ننتهي من شراء هذه القاعة، لأن إحنا كلنا واحد. استجب لي عناوين جماعة فلان وجماعة فلان، بالتالي كلنا شيعة ويجب علينا أن نرفع أمرنا سويا. نجي نساعد نصرات قشاقش في شراء تلك الصالة، انتهينا ننتقل نترك نصرات قشاقش. نجي إلى ملا حيدر يريد يشتري قاعة، يلا نساعده جميعا، نترك ملا حيدر نروح لفلان. هكذا يجب أن نعمل كدوي النحل حتى ننشئ
صروح لآل محمد في هذه البلاد. فإحنا الآن أنا بشروني الإخوان أصحاب هذا يعني اللي قيمين، ولا هذا صاحبه صاحب الزمان على كل حال. هذه المجالس والمراكز لا تنتمي إلى أحد، وأصحاب القيمين على هذه المجالس نعرفهم ونعرف كل مجلس قمنا به وجلسنا به من القيم عليه، ونعرف أن القلوب كلها لله سبحانه وتعالى. فلنعمل جميعا ولنتساعد في سبيل أن يصبح هذا المركز وأمثاله من المراكز ملكا لسيد الشهداء. هذا اللي قيم على المجلس كم يعيش يعني 200 سنة ورايح، يبقى المركز للحسين. فاحنا لما نشتري مراكزنا وندفع اموالنا بالتالي احنا ما ندفع لنصرات وما ندفع لملا حيدر وما ندفع لعباس ولجعفر، احنا ندفع للحسين. فيجب علينا ان ننمي هذه الصروح. لذا الامام ولا تقل ان هناك شيء صعب. شوف الامام علي يخاطب عمار ويمازح عمار، يقول له ما اضعف يقينك، اخذ الحجر. يقول عمار والله ما حملت الحجر واذا هو قطعة من الذهب باسم الحسين، بس انت انوي انك تعمل للحسين. شوف الدنيا راح تنقلب، راح يتغير كل شيء، انت ما تشعر بشيء. عندنا احنا في دنيانا في عالمنا الله زرع نوعين من القوانين. قانون مادي هذا اللي احنا نعمل فيه، 1 زائد 1 يساوي 2، هذا قانون مادي لا محيص عنه. مثلا القانون المادي انت عندك 400 كيلومتر بين تلك هذه المدينة ومدينة اخرى، عندك 1000 كيلومتر الشباب اللي اجوا الان من مسافات بعيدة، هذا الميزان المادي هكذا 1000 كيلومتر. لكن احيانا تتدخل اليد الغيبية، انت على عداد السيارة تقطع 1000 كيلومتر ولكن يتدخل قانون غيبي يغير لك موازين معينة أنت لا تدركها. وكثير من القضايا تتدخل اليد الغيبية. وإلا لما ألقي إبراهيم بالنار مو بالقانون الطبيعي لازم يحترق أو ما لازم يحترق؟ نار وألقي فيها إبراهيم الخليل، بالهواء ينزل جبرائيل يقول له ماذا تريد؟ أبعث لك رياح تغير مسارك؟ قال لا. يقول له أجعل الدنيا تمطر حتى تنطفئ النار؟ إبراهيم قال اسمع يا جبرائيل، علمه بحالي يغني عن سؤالي. أصلا هو عارف، هذا اسمه التسليم المطلق. لما قال هالكلمة إبراهيم وقع بالنار، القرآن تدخل قلنا يا نار كوني بردا. هذا المعنى، هذه القوانين. فالإمام علي سلام الله عليه لما يجيك إلى هذا المعنى يقول لك أنا مو عاجز أن أكون أغنى البشر على الإطلاق. يقول لك أنا لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها. حاشا، علي يقول احنا نريد نكون يعني على مستوى دائرة الإنسانية. فلذا الزهراء لما خرجت ما خرجت من أجل فدك شنو؟ قطعة أرض، بستان من البساتين، صح اقتصاديا شيء غالي وشيء عالي، ولكن فاطمة الزهراء عليها السلام جعلت فدك عنوان خروجها من البيت، عنوان طلعتها لمقارعة الظالمين. علمتنا أنه يجب أن لا نسكت عن أعظم حق في الوجود وهو حق الإمام علي. فاطمة قدمت نفسها وقدمت ضلعها وقدمت جنينها فداء لعلي بن أبي طالب، مو أكثر، وحقك فداء لقضية الإمام علي. وإلا شايفين لو سلبوا أرضها بس كانت القضية قضية سلب أرض، وحقيقة الزهراء أصلا ما التفتت، يعني ما طلعت من البيت، كانت بلغت أنه أنا مظلومة بمكان ما وخلاص انتهت. لأن أهل البيت شنو يسوون بالدنيا؟ مو الدنيا كلها ملك أيديهم. إذا أقول لك الإمام الرضا يبعث على الخادم يقول له إجا واحد هذا يريد يدفع خمس للإمام، تعرف بعض الناس عندها أموال شرعية تريد تدفعها، فهذا ما يدفعها هكذا، يريد يدفعها أمام كل أعين الناس، يعني حتى كل الناس تشوفني أنا جاي أدفع. فأو واحد يريد يتصدق على فقير مثلا يفضح أمام كل الناس يجي كذا، وإلا إحنا عندنا صدقة السر هي أعظم الصدقات. على كل حال هذا واحد اجى للإمام رضا يدفع حقوق شرعية، فهذا كل شوي الإمام صار يعني جاهز، حتى أنه موجود جالس، هذا ينتظر حتى امتلأ المجلس. فلما امتلأ المجلس أراد أن يقدم الأموال أمام أعين الحاضرين، أنه والله أنا أدفع للإمام.
الإمام نظر إليه فهم عليه، قال للخادم جيب طشت وإناء، روح جيب طشت ماء، جيب طشت فارغ وجيب لي إناء أريد أن أغسل يدي. شوف الأئمة حتى أقول لك عندهم سلطة تكوينية. قال جيب إناء وطشت وتعال. الخادم هاي يقرأوها بعيون أخبار رضا، يقول جاب إناء وجاب طشت ووضعه بين يدي الإمام. الإمام وضع يديه فوق الطشت هكذا أمام الكل، وقال له صب الماء، صب الماء على يدي. فهذا الخادم صار يصب الماء، الرواية منقولة بأكثر من مصدر، يقول والله صار الماء ينزل في يد الإمام، هو يغسل الماء لازم ينزل وين؟ بالطشت. يقول الماء ينزل بيد الإمام، تنزل من يد الإمام سبائك الذهب على هذا. محمد وآل محمد. الأئمة أغنياء. بعض الناس تتصور أنه لما نتكلم عن زهد الإمام علي أنه فقير. لا، الإمام علي غني وأغنى الناس، وآلاف العوائل كانت تعيش على يد علي بن أبي طالب. طيب من وين؟ إذا كان واحد فقير من وين يعيش آلاف العوائل؟ لما ضرب الإمام علي بالمدينة وإجا هذا الطبيب السكوكي يمكن وكشف على الإمام، ذبح له شاة وأخذ عرق وأنزله في جرح الإمام وأخرجه وطلع عليه البياض. بعدين التفت قال للإمام الحسن إن الجرح بالغ، يعني واصل إلى المخ، إلى العظم تحت إلى المخ، فلا ينفعه الآن إلا لبن. الإمام يحتاج أن يشرب كدواء أن يشرب لبن. فالإمام الحسن أعلن بالمدينة، أعلن بالكوفة أن أبي يحتاج إلى اللبن. يقول ما مضت نصف ساعة ما مضت وإذا بفقراء المدينة وأيتام الكوفة وأيتام الكوفة اجتمعوا على باب علي بن أبي طالب، وكل يتيم يحمل بيده إناء فيه لبن جايبه من البيت، وإجا إلى الإمام علي وواقفين على الباب، كل واحد يقول أنا خلي أمير المؤمنين، لأن ما يقولوا له أمير، يقولوا له أبونا، خلي أبونا علي يشرب مني. الإمام الحسن ينظر إلى هذا المشهد يبكي، وهم ينادون إلى أين يا أبا الأيتام والفقراء؟ إلى أين؟ الإمام علي كان حاضن الأمة من الفقراء. من وين؟ هذا قبل أيضا بالمدينة، قبل لا يصير الإمام علي يستلم الخلافة، يعني يستلم القدرة الاقتصادية الظاهرية. طيب كان كافل الأيتام وكان يطعم العوائل وكان أمير المؤمنين. هذا من وين؟ اللي يتصور أن علي بن أبي طالب كان فقيرا هو مخطئ. الإمام علي كان كريما، والكريم يعطي كل ما عنده. كانت إذا وصلت أموال فدك والعوالي في زمن رسول الله إلى يد الزهراء تقدمها للإمام علي، تقول له أنت حر التصرف. الإمام علي يبعث واحد يصيح بالمدينة بالأسواق بالأزقة، أيها الناس لقد وصلت إيرادات فدك والعوالي، يعني أرباح فدك والعوالي وصلت إلى يد الإمام علي، وآنذاك 700,000 دينار، يعني اقتصاد دولة. فتجتمع الناس على باب علي والزهراء، يقسم الأموال، يقسمها على كل الناس. يقول الراوي ويدخل أمير المؤمنين إلى الدار صفر اليدين، درهم واحد ما عنده. هذا كريم. الكريم الزهد شيء والفقر شيء آخر. الإمام علي يقول ليس الزهد ألا تملك مال، إنما الزهد ألا يملكك المال. هاي المشكلة. بعض الناس محكومة للدرهم والدينار، بعض الناس تغير اتجاهاتها بالدرهم والدينار. هذا أحمد الصافي النجفي، الإخوة العراقيين يعرفون، شاعر يقول رأيت شاة وذئبا. شايف الشاة والذئب، منو يأكل الآخر؟ الذئب يأكل الشاة. يقول لا، أنا رأيت ذئبا وشاة وهي ماسكة بأذنه وهو منقاد لها ساري. يا عم الذئب لازم يأكل الشاة. يقول هالمرة أنا شفت الشاة جار الذئب بأذنه وماشية. أحمد الصافي الشاعر نجفي يقول رأيت ذئبا وشاة وهي ماسكة بأذنه وهو منقاد لها ساري، فقلت أعجوبة، ثم التفت أرى ما بين نابيه ملقا نصف دينار، فقلت للشاة ماذا الألف بينكما والذئب يسطو بأنياب وأذفار، تبسمت ثم قالت وهي ضاحكة بالتبر هذا يقاد الضيغم الضارب. مو عندك ناس تروح بالمال
مشاعر يقول لك رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ما عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ما عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ما عنده ذهبوا فعنه الناس. ما هي مشكلة الدنيا عبادة الدرهم والدينار. سامعين بذاك الخطيب صعد منبر أمام ناس والله واسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر وعبادة، قال اسمعوا أيها الناس إن إلهكم الذي تعبدون تحت قدمي هاتين. الله، قاموا قيامتهم يريدون ذبحة بعد، شنو تحت قدمي هاتين؟ قال طيب مهلا مهلا لا تكفروني، احفروا تحت قدمي وبعدين حاسبوني، أنا مستعد للمشنقة. حفروا تحت قدميه، وإذا كنز من الجواهر والدراهم والدرر، فهؤلاء نسيوه، هذا اللي قال لهم إلهكم تحت قدمي نسيوه، وراح يتقاتلون وصار دماء وقتلى. وقف يضحك بعيد قال ألم أقل لكم إن إلهكم الذي تعبدون تحت قدمي؟ أنتم مو تعبدون الله، تعبدون الدرهم والدينار. هاي المشكلة. فالإمام علي سلام الله عليه ذاك صاحب البيت المتواضع الذي يذكره الشعراء. سامعين لما يصف الشاعر بيت الإمام علي والزهراء يقول له وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع. هذا بيت علي والزهراء، بيت متواضع، بيت طيب. بينما أين قصرك يا معاوية؟ وين تلك القصور؟ تعرفون قصة محمد المجذوب؟ كان مستشار الرئيس السوري محمد المجذوب، شاعر. هذا عنده صديقة بالبصرة، اجا زار صديقة بالبصرة وسائبت بعد أيام تصير ولادة الإمام علي، فشاف الناس طالعة من البصرة لزيارة أمير المؤمنين. تعرف احنا الشيعة بعد كل يوم ويوم طابين لزيارة أهل البيت، مقامات أهل البيت. فهذا تفاجأ، قال له إني أرى جموعا من الناس تسير باتجاه معين، وين رايحين؟ قال الناس تروح تزور الإمام علي، قبر الإمام علي، لأن هالأيام جاية ولادة الإمام علي فالناس تروح تزور. قال يعني هل كل الناس بالآلاف راح تزور قبر الإمام علي؟ قال نعم. قال تأخذني إلى قبر الإمام علي؟ قال لي والله يلا نطلع سويا. يقول هو هذا محمد المجذوب ليس شيعيا، شاعر سوري مستشار رئيس السوري آنذاك. يقول طلعنا أنا وياه حتى وصلنا إلى منطقة النجف. يقول من بعيد أنا شفت قبة رائعة ومآذن وما أدري وشكل قصر، يعني من بعيد نشوف أنت لما يلمع لك الذهب عند قبر الإمام علي. فيقول له ما شاء الله هذا القصر قصر من؟ قصر صاحب المدينة المحافظ الغني. قصر من القصر هذا؟ قال أي قصر؟ قال هذا الذي نراه. قال هذا هو قبر علي. قال هذا قبر؟ قال نعم. قال اسرع خذني عليه، لأن أنا متصور أنك ماخذني على مقبرة ونمشي بين القبور وتقول لي هذا قبر علي بن أبي طالب، ونوقف ونقرأ الفاتحة. يقول محمد المجذوب فلما وصلت ورأيت أن أعتاب الأبواب ذهب والجدران ذهب، والناس تطوف حول قبر علي كما يطاف حول الكعبة، ورأيت الناس هناك راكعة ساجدة لله تدعو الله تعبد الله، وآلاف. قلت هذا علي الذي كان يسبه معاوية على المنابر؟ قالوا نعم. فيقول ظلت بنفسه إلى أن رجع إلى الشام. وصل إلى الشام يقول أنا سألت وين قبر معاوية؟ مو هذول سيدهم علي بن أبي طالب، إحنا سيدنا معاوية، وين هذا قبر سيدنا معاوية؟ أين هو؟ يقول ما أحد دلني. يقول بعدين أنا رحت أبحاث إلى أن طفل أخذني، يقول طفل صغير أخذني إلى قبر معاوية، أعطيته أموال أخذني إلى قبر معاوية. يقول رأيت غرفة وعليها قبة ومشقوقة هكذا تكاد من الضراعة تسقط. يقول نظرت، هو يقول أنا هذا إمامي وذاك إمام الشيعة. فيقول وقفت على قبر معاوية وسالت دمعته، يخاطب معاوية يقول لأين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد؟ هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود.
كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد أبا يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول وباب سمعك موصد قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. لاحظ إخواني الإمام علي لما يقول لك أنا ما أصنع بفدك وغير فدك مو كلام عابر. يقول لك أنا لو أريد الدنيا بأسرها أتيها حتى تعرف يبين لك حركة فاطمة الزهراء. لماذا خرجت؟ لماذا قدمت فاطمة؟ لماذا عصرت بين الحائط والباب؟ لماذا أسقط جنينها؟ مو لأجل فدك أبدا، مو لأجل فدك، إنما لأجل علي، العنوان الأكبر علي. لذا فاطمة قارعت باسم أمير المؤمنين وحياتك كربلاء وما جرى على الزهراء وكل المجريات التي جرت. فاطمة الزهراء هي التي قامت وفدت من أجل كل هذا كله، كان من أجل الإمام علي. حتى الإمام الحسين بكربلاء يقول لهم الحسين على ما تقاتلون؟ على حق تركته أم على سنة غيرتها أم على شريعة بدلتها؟ قالوا بل نقاتلك بغضا منا لأبيك. الإمام الحسين يقول أنا المعركة معاهم معركة حتى بالاسم، حتى باسم علي بن أبي طالب المعركة معاهم. لذا يقول لو رزقني الله 1000 ولد لسميتهم علي. بالله ليش؟ لأن المعركة خيضت باسم علي بن أبي طالب. فأنت الآن لما تنصر الإمام علي، لما أنت تقطع 1000 كيلومتر، تذكر أنك أنت الآن جاي قاطع 1000 كيلومتر، الله أعطاك كل عافية وصحة وسلامة وحفظك حتى ترجع إلى أهلك. لكن تذكر هناك من قدم أكثر مما قدمت. الزهراء قدمت ضلعها، الزهراء قدمت عينها، الزهراء قدمت جنينها. الحسين رضت أضلعه في كربلاء حتى تقول زينب والله سمعت بأذني تكسر أضلاع صدر الحسين هذا. وتبكي زينب وطالعة من كربلاء ورايحة زينب والحسين على رمضاء كربلاء والخيل تأتي والسرج ملوي وتناديهم زينب قوموا قوموا هذا سرج الحسين ملوي. سكينة نظرت قالت والله يا عمتي لقد قتل أبي الحسين، لأن هذا السرج ملوي، مو نزلة فارس نزلة طبيعية، حتما الحسين واقع. فلذا الحسين، لذا زينب خرجت وخرجنا النساء وتبعنا الجواد أوصلهن إلى مصرع الحسين. إجت زينب إلى المصرع تخاطب تقول له أخي بحق جدنا رسول الله كلمني ما أجاب، بحق أبينا علي كلمني ما أجاب، بحق أمنا فاطمة. الله هذا قسم عظيم على الحسين. هناك مو أنه هو ما أجاب، ما استطاع أن يجيب، لأن كبد الحسين منتهي، السهم المثلث دخل في كبد الحسين. لكن قضية الزهراء بالنسبة للحسين أكبر قضية، لأن هو الحسين يعرف أن الزهراء ما الذي قدمته من أجل الإسلام. فلذا لما تقسم عليه باسم الزهراء، الحسين رغم أن الكبد منتهي عند الحسين، الكبد ثلث كبدي أبي عبد الله، ثلثا كبد أبي عبد الله طلع. أنت سامع قصة السهم؟ الحسين على متن جواده قام واحد اسمه ابن الجحفي اللعين، رمى الحسين بحجر وقع على جبهة الحسين، هو على الفرس رفع الحسين طرف رداءه ليمسح الدماء عن جبينه، لأن هذا الحجر أدمى الحسين، فهو رفع رداءه ليمسح، وإذا بسهم مثلث مسموم له 3 شعب دخل مباشرة هنا في خاصرة الحسين، اجى بالكبد، اجى من مكان دخل طلع من الظهر. الحسين بهذه الحالة، تعرف كبد الإنسان طبيا هو كل شيء، أصلا هو هذا السهم الذي شل قوى سيد الشهداء. هنا بدأت المعركة تنتهي، ولا الحسين لو بقي يستطيع أن يبقى واقف كانت المعركة استمرت. هنا انتهت قضية الحسين بأبي وأمي. فماذا يصنع الحسين؟ حنى على قربوس سرج فرسه قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وهذا شيء مؤلم، وأمسك السهم من الخلف وانتزع السهم. انتزعه الراوي حميد بن مسلم يقول أنا أراقب، يقول رأيت ثلثي كبد أبي عبد الله طلع مع هذا السهم. يقول بعد ذلك نزل الدم كالميزاب.
الحسين وضع يديه تحت الجرح، يخلي هاي الزفرة للحسين، لأن رحم الله تلك الصرخة، رحم الله تلك العبرة، العبرة هاي يا قتيل العبرات يا أسير الكربات. يقول له وضع يديه تحت الجرح، فلما امتلأ الدم الحسين أول شيء رمى بها نحو السماء، مرة ثانية خضب بها لحيته، المرة الثالثة خضب عمامته، قال هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله. هاي دماء الحسين اللي رفعها إلى السماء ما عادت ولا قطرة إلى الأرض، لأن أنت بالزيارة تقول له وأشهد أن دمك قد سكن الخلد يا أبا عبد الله. وهاي دماء الحسين اللي سكنت الخلد إلى الآن هي سبب الحمرة المشرقية والحمرة المغربية. اقرأ أبا العلاء المعري يقول وإن بالأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان. هذا الأفق الحمرة المشرقية والحمرة المغربية. روح إلى لندن قريبة عليكم، اقرأ في دائرة المعارف، شوف سنة 600 وكذا للميلاد ما يعادل سنة 61 للهجرة أمطرت السماء دما. حتى زينب تقول لهم أفعجبتم أن أمطرت السماء دما؟ والعذاب الآخرة أخزى، أنتم تعجبون أن السماء تقطر دم على الحسين؟ مو هو الحسين هو أبو السماوات، الحسين هو أبو السماوات وأبو الأراضين، هو بحبه قامت هذه الدنيا. يقول يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري ولا شيء إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فهذا السهم ما عاد خلص، بعد ما تحمل راحت قوى أبي عبد الله سلام الله عليه. وإذا بالإمام الحسين حتى الراوي يقول حميد بن مسلم يقول حتى الحسين ما استطاع أن ينزل، يعني يشيل رجله وينزل. تعرف الفارس لما ينزل على الجواد يفك رجل من الركاب ويخلي رجله وينزل على الأرض حتى تصير الرجل الأولى على الأرض يشيل الثانية من الركاب، هكذا الفارس. الحسين أخلى رجليه سويا من الركاب. ليش؟ لأنه ما يستطيع أن ينزل. فشي يسوي؟ يريد يسقط على وجه الأرض، ينزل خلاص انتهى. فالحسين حتى أنه هو يعني يميل صارت صعبة، فميل نفسه هكذا يريد يلقي نفسه عن الجواد. يقول الراوي فمال الجواد معه، أراد أن يسقط إلى الجهة اليسرى مال الجواد معه. الحسين مسلط، قلنا إلى سلطة تكوينية. الحسين يقول للحجر تكلم، لازم يتكلم. قال يا جواد لا أستطيع البقاء على ظهرك، دعني أسقط على وجه الأرض. الراوي شو يقول كأنما هذا الحيوان فهم كلام أبي عبد الله، لأن الراوي حميد بن مسلم يقول لك كأنما، لكنه مو كأنما، هو الحسين أعطاه أمر قال يا جواد دعني أسقط على وجه الأرض، لا أستطيع البقاء على ظهرك. يقول كأنما هذا الحيوان فهم كلام أبي عبد الله فمد الفرس ويديه ورجليه وألصق بطنه على وجه الأرض وأنزل الحسين برفق ولين. الله أكبر. هنا اجت زينب أخذت الحسين إلى صدرها تشوف للحسين تقول لأخي بحق أبينا بحق جدنا كلمني ما أجاب، بحق أبينا علي كلمني ما أجاب، بحق أمنا الزهراء الله إنه قسم لو تعلمون عظيم. تقول له بحق أمنا فاطمة كلمني. يقول فتح الحسين عينيه قال أخي زينب عودي إلى الخيام واحفظي لي العيال والأطفال. الله أكبر. نعم رجعت زينب تقول أخويا أنا بعاني أخويا أنا بعاني لباري لك عيالك والله عيالك أنا وبروح لسجد لك أطفالك. شنو اليوم الحسين والزهراء
تقول اخويا يا ريت الموت لا يرضى بدالك، انا ترى انا نروح كل احنا فداياك. نعم نعم يا موالي، هنا زينب تبكي على الحسين، لكن هناك مشهد زينب بكت به على الحسين. كان عمرها 3 سنوات 4 سنوات، سوت مجلس عزاء للحسين مع امها الزهراء يوم ماتت فاطمة. لان انت راقب التاريخ، لما غسلت الزهراء اولادها الحسن والحسين، يقول الراوي فارسلت الحسن والحسين الى ابيهما علي رأفة بحالهما. لكن التاريخ ما يذكر زينب. زينب ما خرجت من البيت، يعني زينب موجودة مع امها الزهراء. لذا الزهراء قالت لها بني زينب تعالي تعالي، انا عندي وصايا ما اوصيها لغيرك يا زينب. يلا يا سيدتي ما هي الوصية؟ قالت يا زينب عندي وصيتان. اما الوصية الاولى بني زينب اذا رأيت اخاك الحسين وحيدا فريدا في يوم من الايام يستغيث فلا يغاث، ينادي الا من ناصر ينصرنا، اما من ذنب يذب عنا، يا زينب فقبليه في نحره لانه موضع السيوف. يا زينب وشميه في صدره لانه موضع حوافر الخير. تقول له يوم عاشوراء لما جاء الحسين يودع النساء، زينب قالت اخي الي حاجة. قال ما حاجتك يا اختاه؟ قالت اخي حاجتي ان تنزل من على متن الجواد. نزل الحسين، قالت اخي فك لي ازرار درعك، فك الحسين ازرار درعه. قالت اخي اكشف لي عن صدرك، كشف الحسين عن صدره. اقبلت زينب تشمه في صدره تطبله في نحره، ثم توجهت نحو المدينة ونادت يا أماه يا زهراء لقد استرجعت الوديعة. والله يا هلا يا هلا حسينكم حز الشمر نحره، والله نحره انا وظلت خيلهم تلعب على صدره. واما الوصية الثانية قالت لها بني زينب تعالي تعالي يا زينب، لما ماتت امي خديجة واراد ابي ان يكفنها نزل جبرائيل علينا ومعه 5 أكفان من الجنة. قال يا رسول الله إن الله من عليكم بأكفان 5. يا رسول الله كفن خديجة ب1 وال4 لكم أهل البيت. فلما مات أبي رسول الله أجاء أبوك علي وكفن رسول الله ب1 منها. يا زينب هذه أكفان 3، إذا أنا قضيت فقولي لأبيك أن يكفنني ب1 منها، يبقى 2. يا زينب احفظيهما، 1 لأبيك علي و1 لأخيك الحسن. زينب قالت يا أماه وأين كفن أخي الحسين؟ قالت يا بني إن أخاك الحسين يدفن بلا غسل ولا كفن. تقول عادة والله عادة يموت يجيه دفار، والله عادة يموت يجيه دفايان. انا يحفر له قبر ويفصل الاقبال، احنا ما شفنا اليموت يظل عريايا وتلعب عليه الخيل.
اي والله. إلى أن جن الليل وأحرق عمر بن سعد الخيام، وقفت زينب بباب الخيمة. من تخاطب؟ هاي الخيام محروقة. وقفت زينب، اجت إلى الإمام زين العابدين، قالت يا ابن أخي أنت الحجة وأنت الإمام، يا بقية الماضين وثمال الباقين، بين لنا ما نصنع. فتح الإمام عينيه في وجهها وقال عم زينب عليكن بالفرار. قل لي يفتر الخوات حسين من خامة لعد خامة، وكل خامة تشب بنار، فرا ضربا الهيمة. والله وين راحوا وين ما مش بالعرب شيمة، والسجاد جو سحبوه ودمعة على الوجه مسالة أولا. نعم. وقفت زينب. الآن أريدك عندنا بحارنا واحد من بحارنا يقول أنا خادم الحسين الليلة بمجلسك، أقرأ لكم من العطية. وقفت زينب بباب الخيمة، قل له زينب احتارت يوم شابة وبالخيم. يا الله هذا صوت ما يكفي، ما أريد صوت من الرجال، صوت من عند النساء، ما أريد واحد ساكت يا موالي. هي الزهرة تنظر إلى وجوهكم. هاي زينب واقفة وحيدة بباب الخيمة. وين هاي اللي نسمعها دائما لبيك يا حسين؟ الآن أريد صوتك يون مع زينب حتى تكون هاي تلبية الحسين. قل زينب احتارت يا شابة وبالخيم. يا الله طلعن وياها الحريم صغار وكبار، تصرخ بعال الصوت الطايح وين يا حسين، انا خضر انهتك وانت غياب في المستغيث. الله اكبر. كان بالحسين يجيبها، يقول هلا تكفري عتبك وانا جفا بلا، لا تكفري عتبك وانا جفا بلا. يا زينب راسك بالك والجسد بالخيل يندى. والله يقول له قصد الشريعة بالجنيه تشوف نعم. يا زينب قصد الشريعة، قصد الشريعة بالجنيه تشوف نعبا. يقدر على القومة ويسيل سيفه البتار. والله صح دخيلك يا الموزع بالشريعة. أنا دخيلك يا وزع بيا الشريع. جن عليها الليل، قامت تجمع الأيتام في شبه خيمة، فقدت يتيم. يلا أريد أختم لك المجلس. قامت زينب تبحث عنها في سواد الليل، ما شافتها، وإذا بفارس مقبل من بعيد. قالت ألنا أم علينا؟ قال لست لكم ولست عليكم، إنما أنا فارس أوكل إلي عمر بن سعد حراستكم سواد هذه الليلة. قالت أيها الفارس أنا ضيعت يتيمة من بنات الحسين، هل رأيتها؟ قال لا، ولكن لما مررت بجانب القتلى سمعت أنين، اذهبي لعلك تجدينها.
يقول له زين عبد الحسين الشرع اريد اخذك ها يقول له من سمعت حكي الخيال زينب ركضت بهمه تصيح بصوت وين انت يا بعد الروح يا عم وسمعت من بعد أن الله الله بس شوي ارفع لي الصوت اريد دقيقه تقول له وسمعت من بعد ان وحده تحاكي باليمه والله تقول له يا بعدة خيمي وما حد من هاليمي انا اريد ارجع لعنده انا اريد ارجع لابن امي لعد امي ما تنهض توديني لعند امي يا بسكين الله اكبر وجمعت زينب الايتام ورجعت زينب وراحت مسبية للشام واجت اريد اخذك الان بمكان اخر عندكم حوائج واعرف هاي القضية رجعت زينب للمدينة قالت للجارية قفي على الباب لا اريد ان يدخل علينا احد إلا إذا كان شريكا لنا بالعزاء وإذا امرأة أقبلت تشق أبيالها قالت جارية عذرا سيدتي إن زينب منعت أن يدخل عليها أحد قالت قولي لزينب أنا شريكتها بالمصاف لما سمعت زينب صوت هذه الامرأة خرجت تجر أبيالها تنادي يا البنين عظم الله لك الأجر بولدك الحسين والله واربع الهايا يا الفلخ ضر بدمعها والله الفلخ ضر بدمعها واربع الهايا واربع والله اش كثر شافت مصايب انا واربع لها والله شمس دنياها غابه واربع لها بدور اختفت برض الغاضريه وين بدور اختفت برضيه حزنك على راسي علامة يا ابويا ودمته العيني علامة بوجهي ظلت السطرة علامة اجيك وشوف شنو اللي صار بيا هي وشوف شنو اللي صار يا يا زهرة يا البي قلوبنا صورة ما إلها قبر معروف ونزور ما شاء الله هلا بيك هلا بيك يا زهرة يا البي قلوبنا صورة ما إلها قبل